غزوة الفتح. فتح مكة كانت في سنة 8 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها الحق جل في علاه في القرآن في أكثر من موضع. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال جل في علاه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية، بعد صلح الحديبية، ما ذكره محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قال كان في صلح الحديبية، كان من بنود صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده فليدخل، من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده فليدخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فتواثبت خزاعة وقالوا ندخل في صلح محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر وقالوا ندخل في عقد قريش وعهدهم، فمكثوا في تلك الهدنة نحو 7 أو 18 شهرا، ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا. بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير قريب من مكة، وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح وقاتلوا معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم.